إن أحاديث كثيرة تسوء سمعتنا. هذه الأخلاق نريد أن نعلمها للناس، نعلم الناس الأسلوب الذي جاء به رسول الله. أنا بقول لكم مش أنتوا الشيعة، هقول لكم الشيعة فيهم ميزة، الشهادة لله يعني. أنا ضدهم في حاجات كثيرة، بس الشهادة لله عندهم حاجات كويسة. الشهادة لله هقول لك، عارفين أحيانا كثيرة أشعر الفارق ما بين الشيعة والسنة إيه؟ هو الفرق بين علي وعمر. يعني السيد بيبص لي يقول لي هتودينا في داهيه ان شاء الله. يعني هو يعني الشيعي تخش عليه تلعن له ابوه قاعد كده هادئ وبسيط ولطيف ويبتسم وعنده احتواء. تعالى بقى واحد انا يعملها معايا اصور فيها قتيل، لاني انا عمري النزعه. عمري النزعه ازاي؟ اضرب لكم مثال. سيدنا عمر في البخاري عيينة بن حصن كان هو بيسموه في الجاهلية الأحمق المطاع، وراجل شوية عقله يعني كان يوم غزو، هو قائد هوازن، يعني لما حب يقاتل النبي يوم حنين اخترع طريقة في القتال جديدة، قال اطلعوا بكل اللي حيلتنا، النسوان والبقر والغنم، ونطلع كده يعني ايه عشان كل واحد يقاتل لحد آخر دقيقة، يعني يا تموت راح كل الكلام ده، يا تقاتل مظبوط عشان ايه تضمن الحاجات بتاعتك دي. فسموه الايه الاحمق المطاع. فعيينة بن حصن ده مره قال لابن اخوه، ابن اخوه كان من جلساء عمر، من القعدات الخاصه بتاعت عمر، عيينة ابن اخو عيينة، فقال عيينة قال لابن اخوه والنبي بقى كلم لي عمر استأذن لي ان هو يسمح لي ادخل اقعد معاه، اسمح لي ادخل اقعد معاه. اصله كان بيقولوا لك ان عمر كان بينام تحت الشجره، وعدلت فامنت فنمت يا عمر. انا عايزين اعرف الروايه دي، ما اعرفش مين اللي جابها لنا دي، الحدوته دي هي من القصص المخترع. انتوا عارفين في البخاري الامام الحسن كان ليه موعد مع عمر، ليه موعد مع عمر، ما قدرش يدخل لان كان عمر مجتمع مع مين؟ مع معاويه، وممنوع الدخول. ده في البخاري. حتى لما عمر قال فين الحسن، الحسن جه قال له اصل انا يعني لقيتك مجتمع وطولت في القعده، وشفت ان ابنك عبد الله بن عمر لم يؤذن لي بالدخول، فهيدخلوني يعني تخيل ادي عمر. وبعدين ابو لؤلؤه يعني كان عمي، ما لو كان عمر بينام تحت شجره ايه اللي يورطه يجي يقتله في صلاه الفجر، ما يروح يشوفه هو نايم تحت الشجره ويغزه والسلام عليكم لا من شاف وتقيد ضد مجهول. مش خلينا يا جماعة، لازم يبقى عندنا شوية عقل. الحواديت دي الناس كلها عمالة تنقل فيها وكأنها مسلمات، ومفيش حد عارف يوقف اللي بيحكوها. يعني عايزين نشغل مخنا يعني شوية. فالشاهد ايه؟ عيينة بن حصن أول ما دخل على عمر قال له يا ابن الخطاب ما رأينا منك عدلا قط. خد بالك عدلا اللي هي ايه؟ اللي هي العنوان بتاع عمر. بيقول لك فهم عمر أن يبطش به. دي في البخاري. هم عمر أمله يدور فيه الضرب. فالولد ابن أخو عيينة قال له يا أمير المؤمنين الله يقول إن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإني أشهد الله أن عمي هذا من الجاهلين. فأقول لك فسكن عمر. لحد كده احنا كويسين، إلا يحول لك الحديث ايه؟ وكان وقافا عند كتاب الله. بدل ما عمر يلام. يا اخي انا لما قارن ما بين جورج بوش لما الزايدي خبطوا بالجزمة وما بين عمر بن الخطاب الاقي جورج بوش اكثر عقلا. لا اقول لك جورج بوش عمل ايه؟ لما سألوا جورج بوش انت ايه رأيك في الجزمة اللي طارت عليك؟ جوز جزم طاخ في طاخ مظبوط؟ قال والله يعني ما لقيتش غير حاجة ان مقاس الجزمة كان 10. شفت بقى الفرق بين السياسي راجل ذكي، يعني راجل ذكي. طيب عايز اقول علي بن ابي طالب كان المغفل اللي اسمه الاشعث بن قيس معامل منارة يسب الامام علي عليها من على المنارة بتاعته، والامام علي يسمعها من الرحبة كل يوم، وقالوا اصحاب الامام علي نهدها له، قال لا بدام عاملها في بيته مفيش حد يلمسه خلاص. يعني ايه الفرق ما بين
أمير المؤمنين المعين من الله وأمير المؤمنين المعين من الناس. صلوا على محمد وآل محمد.